Oh shit. Here we go again. اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. معكم عبد الرحمن من قناة الماجيك. يلا نبدأ. قبل اي حاجة يا صديقي، نبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. احب اعرفكم بنفسي، انا عبد الرحمن، منشئ محتوى العاب. كان عندي قناة جيمنج على اليوتيوب واتسرقت للأسف الشديد. حاولت أرجعها بس كالعادة يعني القناة كانت لسه في البداية، فاليوتيوب ما قدرش يساعدني نهائي. دي تعتبر بداية جديدة إن شاء الله، لعل وعسى تكون أحسن وأفضل ليا في المستقبل. أحكي لكم تجربتي باختصار عن اللي حصل، يعني لعل وعسى محدش يقع فيها. هو الموضوع كله كان عبارة ان انا كان عندي قناة وكنت بلعب عليها وبنزل على قد ما اقدر محتوى العاب كويس. كانت لسه في البداية طبعا، كنت لسه ببتدي اتعلم في اليوتيوب، لسه كان الموضوع في بدايته. القناة كانت اتفتحت في 2016 تقريبا. يعني الاستمرارية ما كانتش احسن حاجة بسبب ان احنا كالعادة الامكانيات مش مساعدانا كأي بداية يوتيوبر في العالم تقريبا. فحاولت على قد ما اقدر ان انا اظبط الامكانيات. برضه اتنصب عليا، فدي انا هنخليها في فيديو تاني. اتنصب عليا في حوار الامكانيات ده، كنت دمجت كيستين كده ونبقى نحكيها في فيديو تاني يعني. المهم كان عندي اكونت كالعادة يعني زي اي شاب، لعبة ببجي موبايل. المهم ان انا الاكونت ده كنت فاتحه من السيزون السابع تقريبا من بدايات اللعبة. فبدأت تركيز أكتر على الأكونت في سيزون 16 أو سيزون 15، مش متأكد. مع الوقت سنة في سنة وصلت جبت الانفور التلجي، وكنت بدأت ان انا اصور فيديوهات. جبت شخصيات في اللعبة وبدأت ان انا اركز اكتر، من حيث ان انا كنت بحاول اخلي الاكونت كويس لحد ما، من حيث ان انا اضيفه للقناة ويبقى عندي اكونت كويس اقدر العب بيه وانا بصور فيديوهات، وبحاول ان انا اعمل حاجه كويسه تمتع المشاهد. كنت ناوي ان انا اطور من معدات القناه، اجيب مايك احترافي شويه بسبب الصوت اللي انتوا سامعينه دلوقتي، كواليتي الصوت قليل جدا. فكنت عايز ان انا اجيب حاجه اقوى شويه، كنت عايز اجيب كارت شاشه اعلى. المهم قررت ان انا اعرض الاكونت بتاعي للبيع. نزلت فعلا اكتر من جروب، اكتر من بوست كمان يوضح الاكونت. المهم من هنا لهنا في واحد تواصل معايا وخلاص قرر ان هو ياخد الاكونت. طبعا كالعادة يعني المفروض ان انا بحاول ان انا احذر من الحاجات دي لانها ممكن تكون نصبايا بتاع. فقررت ان انا اخلي بيني وبينه وسيط. فقلت له تعرف وسيط كويس؟ قال لي اه. فبعت لي لينك لصفحة واحد. وهنا هنا يا جدعان اللي المفروض نركز فيه بقى، لو انت بعت لك اللينك، انت مبدئيا ما ينفعش تثق في حد وتديله وتقول له مثلا عايز وسيط ويقول لك طب شوف الوسيط ده. فانت زي اللعبه كده تقوم جاي شايف ايه ده، الله طب كويس، طب يلا نبدا. هو فعلا بعت لي لينك لصفحه واحد شكله محترم جدا، وناس كتير كان بيتعامل معاهم كوسيط، وفعلا المعامله كانت كويسه والموضوع قضى، وكان بيقضي اكونتات لناس كتير وما كانش في اي شكوى ضده. المهم بعت له مسج، قلت له لو سمحت انا كنت عايزك بس تبقى وسيط ما بيني وما بين شخص هبيع له اكونت ببجي وكده. فقال لي تمام مفيش اي مشكله. كلمني وتواصل معايا، قال لي ممكن الرقم التاني، وتواصلنا مع بعض احنا التلاتة ودخلنا كلنا في جروب. اللي دار كالاتي، قال لي ممكن تديني الاكونت لو سمحت، وهو وانا هيكون معايا الاكونت، هو يسلمني الفلوس ابعتها لك. قلت له طب انا ايه يضمن لي حق ان انا اديك الاكونت وما اخدش الفلوس؟ قال لي يا فندم اسال عليا في اي حته، انا باخد الاكونت من حضرتك لازم ضروري، وبديه وبيكون معايا انا، ما الشخص التاني مش بياخده الا لما يبعت. قلت له تمام مفيش مشكله. فعلا دخلت في الكومنتات بصيت لقيت ناس كتير جدا بتشكر في الشخص، فمعنى كده ان الشخص ده امان. خلصنا الموضوع واديت له الاكونت وفتحت له الاكونت وعملت له اكسس عندي وخلاص. وبعدها ايه، بدا ان هو قال لي يا فندم معلش هغير الباسورد وهغير الحاجات ديت عشان ما يبقاش ليك اكسس، ما يبقاش ليك صلاحيه دخول على الاكونت، علشان اقدر ان انا ايه اديه للشخص التاني من غير اي مشاكل، من حيث ان انت لو انا بعته له ما تسرقش انت الاكونت ولا ترجعه انت بطريقتك. فانا هنا شكيت شويه، بس يعني كومنتات الناس والناس كتير شكرت فيه، فقررت ان ايه اللي هيخوفني يعني، خلاص مفيش اي مشكله. خصوصا ان المبلغ كان كويس جدا ومبلغ طبيعي لاكونت زي ده، يعني المبلغ برضو مش كبير، بس في نفس الوقت كان بالنسبه للاكونت كان المبلغ كويس جدا، ما كنتش عارضه يعني بالثمن الواو يعني. ف فعلا اديت له الاكونت ولغى الباسورد وكل حاجه، ومن هنا بدات المماطله بقى.
يا فندم الفلوس هتيجي امتى؟ والله اصل النصايه، اصل طب 10 دقايق، طب معاك رقم فودافون كاش؟ طب ابقى ابعتهولك. طب اكيد فاهمين الحوار ده. مع الوقت يوم مر يوم تاني بالظبط لقيت البلوك اتعمل في وشي. طب ليه البلوك؟ انت مش شخص محترم؟ انت مش ناس كتير بتشكر فيك؟ دخلت من اكونت تاني على الفيس ببص كده، اتاري اصلا الصفحة اللي كان مدخلني عليها كانت بتاعت شخص محترم، بس مش هو الشخص المحترم. الاكونت بتاع الشخص المحترم ده كان مسروق، والشخص دوت نزل بوست في حتة تانية كان كاتب فيها انه الاكونت بتاعه اتسرق ومحدش يثق في اي حد هيتعامل مع الاكونت وقصة كبيرة كده. لقيت نفسي ان انا لبست في حيط وان الاكونت بتاعي اتسرق. طيب بابجي مش فارق معايا، الاكونت بتاع بابجي في داهية عادي، اللعبة يا جدعان ومفيش اي مشكلة، وهنعمل اكونت تاني، ولو احنا كملنا في القناة هنشترك اكونت احسن والموضوع هيبقى ماشي سلس. ابص الاقي الاكونت اصلا كان مربوط باليوتيوب. يا جدعان اكونت جميل. فكنت غبي شوية في حتة ان انا اخلي اكونت بابجي هو الجميل، فللاسف كان الاكونت اتسرق. اليوتيوب تمام. الاكونت بتاع جوجل يا جدعان بقى انتوا فاهمين، مربوط بالتليفونات، مربوط بالكمبيوتر، مربوط بكل حاجه حرفيا. اكونت جوجل ده تقريبا بيبقى القلب النابض بتاع اي بني ادم حاليا في العصر التكنولوجي ده. فمن هنا خلاص بقى اللي هو الواحد جات عليه فتره كبيره بقى اللي هو انا خلاص قضيت، حتى بقيتش افتح اللعبه اللي هو مبقاش ليها لازمه بالنسبه لي. اليوتيوب مش عارف ارجعه، حاولت اكلم دعم اليوتيوب اكتر من مره اتواصل معاه، بما ان القناه كانت قليله فمستحيل كان يرجعها لي، وخصوصا ان انا مبقاش ليا صلاحيه الدخول على الاكونت، ايه اللي يثبت ان الاكونت بتاعي. فخلاص كل حاجه كانت يعني اللي هو في فتره كده غريبه يعني. المهم مر الوقت وقررت ان انا ارجع واعدي الفتره ديت، والحمد لله عدت على خير. وقررت ان انا ابدا بدايه جديده، قلت لعل وعسى يعني ان البدايه دي تكون احسن ان شاء الله. فعلا جبت اكونت اوبجي تاني عن طريق واحد صديقي، هو قرر ان هو يعتزل اللعبه اصلا، طلبت منه الاكونت وهو صراحه متاخرش عني، وبدات الرحله ان شاء الله ارجع اقوى من الاول. ودي هتعتبر البدايه، ده الفيديو اللي هيتثبت في القناه ان شاء الله، من حيث ان كل شخص ياخد النصيحه دي كعظه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. انا عارف ان انا ممكن اكون طولت عليكم شويه، بس كنت حابب ان انا انقل تجربتي ليكم. باذن الله الفتره الجايه هركز على بعض من الالعاب حاليا، ان حرفيا الفتره ديت هتبقى صعبه شويه، ان الواحد لسه هيبدا قناه بقى وبدايه جديده، انتوا اكيد فاهمين. فاحنا على قد ما نقدر هنحاول نستمر. بس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يكون عجبك الفيديو. لو عجبك دوس لايك واشترك بالقناه، وانت مش مشترك فعل زر الجرس، خلينا نوصل لاكبر عدد من المشتركين. وبس كده، سلام.